عمي ايه الاخبار؟ الشاطر والارداف يا جماعه. شباب هايل. طبعا يا جماعه في مشاكل كده حصلت من قريب في الغالب، مشكله ما بين القاهره واسكندريه في الغالب. اسمع يا قاهرة، كل الناس اللي في القاهره عايزين يضربوا الناس اللي في اسكندريه، والناس اللي في اسكندريه عايزين يضربوا الناس اللي في القاهره، والناس اللي في القاهره شايفين ان الاسكندريه فلاحين، ايه اللي بيحصل يا زياوة؟ مع ان اسكندريه ملهاش علاقه بالفلاحين اكتر من ان هي ليها علاقه المهم حبيت اتكلم عن شخص كده يوتيوبر كده زميل، يعني مش عايزين نكبره يعني اكتر من كده عشان هو اصلا عنده مشتركين اكتر مني، فملهاش لازمه يعني ان انا اتكلم عليه كتير، اللي هو الشاطر يا جماعه. ملحس لحسه. انا هايج يا شاطر. طب اعمل لك ايه يا اسطى؟ يعني انا اعمل لك ايه؟ يا ولية يا ولية، ده احنا ليلة الحد. هو انت ما بتهيجيش غير على صوت بقى صابر ولسان بقى صابر. الشاطر يا جماعه من ضمن الناس المثقفين اللي عمل كتب كتير جدا جدا جدا، من ضمنها الكتاب المريب اللي انتوا شايفينه ده. انا اعتمدت الكتاب ده خلاص، وده اللي هننزل بيه معرض الكتاب الجديد. وانا من ضمن الناس اللي انا حاولت ادور على الكتب بتاعته، بس غالبيه الناس مش مثقفين للدرجه اللي يخلي كل الناس يكون عندهم نفس الكتاب. انا مش موجود. والصراحه كل معرض الكتب بلاقي فيه اسامي كده لسه بادئه، ناس كده لسه شباب يعني، زي دوستويفسكي والناس الجديده دي يعني. بس انا مش هنتكلم عن المقامه ومش هنتكلم عن الكتب بتاعت الشاطر طبعا الكثيره جدا 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 اللي هو تتعدى الصفر. شباب هايل. النهارده هنتكلم عن ارداف، معلش انا النهارده هنتكلم عن معلش النهارده يا جماعه هنتكلم عن يا دي النيله يا شاطر ابعد عني. بقى ده انت انت حد فاهمه انت الكلام ده بقى، الكلام ده بيزعل. النهارده هنتكلم عن فيديوهات الشاطر الجميله جدا المتنوعه جدا، كل فيديو متنوع غير التاني طبعا، في شويه مونتاج كده صغير، مع انه انا مش مهتم الصراحه بالمحتوى ده، بس في ناس حابين الموضوع ده وانا مش عايز اقول يعني عليهم ان هم ناس جهل. طبعا يا جماعه الشاطر من ضمن حاجات اللي هو بتميزه المونتاج اللي احنا دلوقتي مش بنشوف منه الا 0% من ضمن المونتاج اللي هو بيعمله، وفي نفس الوقت حاجات كتير بتميزه من ضمن اللي بتميزه يعني مؤخر. شباب هايل. دايما تحس ان هو بيصدر لنا نفس المؤخره بنفس كل حاجه، طبعا بكلامه اللائق الجميل العظيم اللي ما بيطلعش من بقه العيبه. عايز يمارس معايا الكوكو، بحس بيغتصبني في فيديوهاته الصراحه. ما تزقش. زي كده بالظبط، كل لما يتزنق مثلا في حاجه يبين المؤخره، والله في طابور كبير قوي النهارده، بين المؤخره، والله في مشكله وانا مش عارف احل مساله وهي بين المؤخره يمكن تنجح ولا حاجه. عايش المال ولا ايه؟ انا مش عارف ليه ايه الحل المريب ده، اول مره اسمع عن الحل ده، بس ممكن يكون حل فعال عشان هو حاليا جاب 70,000 حاجه زي كده، فممكن دي تكون حل فعال جدا. واشترك في القناه وبهجت صابر هيتصل بيك شخصيا. ادخله. ما تقلقش انا قلت له، ولو دوست على زرار الجرس هيجي لك شخصيا، لاننا لا نخشى الا الله يا ولاد. طبعا حب الشاطر للفنانين طبعا مش عايز اتكلم عليه كتير، حب طبعا الشاطر لفنان زي مؤمن الزيب. طبعا يا جماعه مؤمن الزيب ده شخص انا بحبه جدا جدا، بس خليه الفيديو تاني. بس انا بتكلم دلوقتي عن الشاطر وحبه واعتزازه بقدوه اللي هو مؤمن الزيب، وفي قدوه تانية اللي هو تامر الجيار. ما الا العجل ياما، ده هو اللي مكيفني وهو اللي مروقني وهو يا عم مالك يا عم؟ عايش المال ولا ايه؟ انا كل ده اكتر قدوتين هو بيعتز بيهم اكتر ما هو بيعتز باردافه، مع ان مؤمن الزيب لبسه كوبرات سترايك عشان مش هرجعه على اليوتيوب هنا. تقريبا انا كنت تعبان في الفيديو ده اكتر من ما مؤمن الديب تعب في اي اغنيه عملها في كاريره كله، الا لما بعد طبعا ما قابلوا بعض وخلاص كده رجعت الميه لمجاريها. طبعا انا مش قصدي مجاريها ميه يعني، لا مجاريها يعني جايه من مجاري. حد انا بحبه فعلا، بيلي يا بنت. انا بحبه فعلا. البنت ده بيشرب مخدرات وابن مرة. طبعا انت مستني ايه من شخص يعني بيبين مؤخرته بيبين حياته كلها قدام الشاشه، فانت مستني ايه يعني منه، ومستني ايه من شخص بيسمع مؤمن الزيب؟ انا عملت ايه؟ انا عملت ايه والله العظيم؟ الشخص ده انا ما بسمعوش الا لما اكون مثلا مستاء من حياتي لدرجه ان انا عايز اموت او انتحر. في ناس كتير قوي مش عارف حانين في وشك ليه، فحاجه جميله جدا ان انت تتفرج على الشاطر انا هرني يعني ده جديده دي عليا اول مره الصراحه. وفي نفس الوقت يعني انا كنت عايز اقول لك سر كده ما تنساهوش يعني. عايز يمارس معايا الكوكو.